اجل تطبيق هذا البرنامج الطاقوي فيما يخص الطاقه المتجدده ولكن اسمح لي نقطعك. هذا العقد هذا ما يصبش تماما في مصلحه الاقتصاد الجزائري جوستومون. لانه علاه الجزائر راهي اليوم سوق لمن؟ سوق للمنتجين الاوروبيين الصينيين. اليوم كيدير هذيك لاكور دو بارتناريا. اسكو الجزائر اللي بريتو عندها لي موان باش تنافس؟ طيب يعني هذا لو بوين، يعني والله هذه النقطه تحديدا باش نعاودوا ندخلوا فيها والله باش نتحدثوا عليها بالتدقيق. الاتحاد الاوروبي ربما في المره الاخيره وفي التوقيع على الاتفاقيه الجديده انتقد رخص الاستيراد اللي وضعتها الجزائر، يعني لي سونس ديمبورطاسيون اللي شفناهم المره الاخيره، وقال بلي انه هذا ما يصبش في مبدا الاتفاقيات اللي صارت بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، وهي يعني اتفاقيات تنص على انه يكون فيه تبادل تجاري حر مع مرور الوقت، يعني تدريجي الى غداك، في حين انه هذا رخص الاستيراد يعني رايحين يعرقلوا تطبيق هذا الاتفاق يعني بصفه رسميه. وهذا يعاود يدفعنا كما قلت يعني باش نعاودوا نطرحوا السؤال، يعني واش ما الذي استفادته الجزائر من الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ولا اتفاق شراكه مع الاتحاد الاوروبي؟ من 2005 حتى 2015 الجزائر خسرت 7 ملايير دولار يعني الناجمه عن رفع الجبايه عن المنتجات الاوروبيه يعني طيب يعني 7 ملايير دولار راحت. هذه الملاحظات باش الجزائر تحل السوق تاعها للمنتوج الخارجي هذاك او قوي علينا. كان تكون منافسه يدخل المنتوج تاعهم يكون هنا. نعم. تعرف انت شكون ليطا لو بلو بروتيكسيونيست دون الموند؟ الدوله اللي تحافظ على المنتوج تاعها البلو بروتيكسيونيست، صدر البرودوي تاع ليترونجي ما يقدرش يدخلها، هي الولايات المتحده. كاين بلاد عندها ديمقراطيه، عندها لا ليبرتي دو فير كواك سوا اكثر من الامريكان. الامريكان اللي طال لو بلو بروتيكسيونيست دو موند. وهذا الرئيس تاعهم هذا ترامب في البروغرام تاعو اللي طلع به او قال لهم امريكا قبل كل شيء، قال لهم امريكا قبل كل شيء، والمنتوج تاعنا احنا ما نجيبوش ولازم احنا نخرجوا ونستوردوا. استدير كي تكون انت في موقع ضعف اقتصاديا وخاصه سياسيا. احنا كي نهضروا غير على الاقتصاد، لكن الاقتصاد مرتبط بالسياسه. كي تكون انت ما تكونش في موضع قوي سياسيا يفرضوا عليك واش يحبوا. صح عقد الشراكه هذا ممكن ولكن ماشي غير في مصلحتهم هم. لكن اليوم الجزائر ولكن الجزائر هذيك وين تو وين ما تقدرش. الجزائر اليوم في الوقت هذايا ما راهيش في منصب باش تقدر تفرض اقتصاديا. ما تقدرش يعني باش نكمل لك ربما ثاني اقتصاديا كما قلت يعني من 2005 حتى 2015 اذا كان نجيو نديروا الحصيله يعني اتفاق الشراكه بين الاتحاد الاوروبي والجزائر صدرت خارج قطاع المحروقات، يعني بلا ما نحسبوا المحروقات 14 مليار دولار برك. يعني بصح شحال استوردنا من الاتحاد الاوروبي خلال 10 سنوات؟ استوردنا